من رسائل الصفحة جات لي المشكلة ديت، مستنية ردكم عليها. بتقولي أنا متجوزة من سنة ونص وجوزي ما كانش يعرف أي حاجة عن موضوع القايمة اللي الشباب طالعين فيها اليومين دول، ولا عمره جاب سيرتها قبل كده. هو ماضي قايمة ب250,000 جنيه. المهم لما الكلام كتير في الموضوع ده بدأ يبحث على الانترنت ويدخل جروبات كتير، ومن بعدها اتغير معايا جامد وبقى مش طايقني. ولما حاولت افهم منه قال لي بالحرف انا بقالي سنة ونص في سكاكين على رقبتي وانا مش عارف. لما حاولت اطمنه ان كل ده وهم واني بحبه وعمري ما هفكر اضره، او اتعصب عليا جامد واتغير، وحاسه ان جوزي وابني بيروحوا مني، لان انا مش فاهمه الخناقات ديت عاديه ولا ايه. ما بقتش عاديه، ولما باجي اتناقش معاه بيتعصب ويقول لي مفيش كلمه في البيت ده هتمشي غير كلمتي، وكلامي يتسمع من غير نقاش ولا جدال. وبقى في توتر جامد في حياتنا وما كانش موجود قبل كده. الحل ايه؟ انا مش عايزه اخسر بيتي ولا جوزي، للعلم هو 27 سنه مش كبير قوي يعني. اتصرف معاه ازاي واخليه يرجع زي الاول ويشيل الافكار دي من دماغه؟ للاسف الاخبار المضلله بتجيب خراب البيوت حقيقي، وده حاجه وحشه جدا. وبعدين هو خايف من ايه يعني؟ هو خلاص رايح يطلقك، هو كمان غريب قوي يعني. وايه يعني كاتب قايمه؟ ما يعيش عدل ويا لايمه ما تعملوش حاجه. حاولي تفهميه ان هو كاتب قايمه وانتي مدياله حياتك. انتي مدياله حياتك، مأمنة عليها، مش مأمنك على ورقه. لا ده غريب. وشوفي برضو رأي الناس هيقولوا لك ايه. سلام.